السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم وقناتي كويزين ماما نادية. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الظروف. اليوم غادي نوجد معكم كيك يومي بالبرتقال بواحد الصلصه اللي كتزيدوا لذة على لذة. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من لايك والاشتراك في القناه والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. يلا ندوزوا للمقادير مع طريقه التحضير. بسم الله. في واحد البول غادي نوضع 3 البيضات بدرجة حرارة المطبخ، كاس لاروب ديال السكر حبيبات، رشة ديال الملح لتعديل الذوق، وغادي نسم بالقشور ديال البرتقاله اللي غادي نحكها في الحكاكه رقيقه صافي. وغادي نخلط مزيان مزيان، غنضرب المكونات مزيان بالضراب اليدوي. غادي نضيف كاس لاروب ديال الزيت تدريجيا مع التحريك المستمر، وغادي نضيف كاس ديال العصير ديال البرتقال، وانا كنحرك البنات صافي. وغادي نضيف دابا الدقيق، غنضيف الكاس الاول 2 اكياس ديال خميره الحلويات. طبيعه الحال البنات نغربلوهم باش نتفاداو هذوك الحبيبات ديال الخميره ولا ديال الدقيق. غادي نخلط، وغادي نضيف الكاس الثاني ديال الدقيق، هزات ليا 2 الكيسان ديال الدقيق صافي. غادي نخلط مزيان مزيان حتى غادي يدخل الدقيق في الخليط. وهذا هو القوام ديال الخليط صافي. غادي نجمع البول من الجناب لهذا الشكل هذا، وغادي ناخذ هذا المول هذا اللي دهنته بالزبده وغبرته بالدقيق. والبنات غنبغي نقول لكم راني قبل ما كنبدا نصايب الكيك راني كنشعل الفران وكندهن المول صافي، وكنفرغ الخليط. وكما قلت لكم راه الفران شاعل من قبل على 180 درجه اللي غادي ندخل ليه الكيك حتى غادي يتحمر من التحت وغادي يطيب من التحت. غادي نشعل عليه من الفوق حتى غادي يطيب، كيجي على هذا الشكل هذا. وغادي نديمو ليه في طبق التقديم، تيجي البنات هشيش وخفيف خفيف خفيف كما كتلاحظوا صافي. غادي ندوزو باش نصايبو الصلصه ديال البرتقال ولا لاصوص ديال البرتقال. لاصوص اللي غادي نحتاج ليها كاس ديال العصير البرتقال اللي يكون مصفي، معلقه كبيره ديال نشا الذره ولا المايزينا، معلقه كبيره ديال السكر حبيبات، والحلاوه كتبقى على حسب الحلاوه ديال العصير صافي. وكنخلط المكونات على البارد مزيان مزيان، وكنوضعها فوق النار مع التحريك المستمر حتى تبدا تعقد. كتجي على هذا الشكل هذا صافي. وكتنسقي بها الكيك، كتجي بها لذيذه لذيذه البنات. غنخليها حتى تبرد وغادي نقدمها. غنزينها بدي طرونش ديال البرتقال. انا غادي نقسمها معكم تتجي خفيفه ولذيذه البنات وهشيشه. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجباتكم ما تنساونيش من دعواتكم الزوينه. وما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.